في برنامج على مستوى العالم العربي طغت الغيرة العراقية في أغلب مواقفه لتفتح باب إقبال النساء العربيات وبالتحديد الخليجيات على الشباب العراقي، وقد وصلت إلى حد طلب الزواج منهم. نتابع. على نحو غير مسبوق فرضت الغيرة العراقية حضورها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد سلسلة مواقف أبداها شباب عراقيون للدفاع عن فتيات يتم التحرش بهن في برنامج درامي بثته إحدى القنوات الفضائية العربية، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج حصل على المرتبة الأولى من بين الهاشتاجات الأخرى، إلا أن اللافت في هذا الهاشتاج هو رغبة نساء خليجيات الارتباط بعراقي وفق محتوى الهاشتاج الذي حمل عنوان أبي أتزوج عراقي، طمعا بغيرته فضلا عن حرصه على مشاعر النساء والدفاع عنهن. هم بس البنات الخليجيات يحجون، أنا متابعة بتويتر. طبعا العراقيين هجمة مو طبيعية إذا كان من الخليج أو من البقية، بس مو كلهم طبعا، بس البنات يمكن تعاطفوا ويا الولد، بس الولد ما متعاطفين. والله طبعا هو الشاب العراقي معروف بغيرته وشهامته اكيد، والغيره العراقيه ماكو مثيل لها بين كل الشباب طبعا، فهم حقهم يشوفون يشوفون شهامه العراقيين. وبين مؤيد لهذا الهاشتاج ومن يضع الشروط على الفتيات اللواتي أطلقن هذه الحملة الفيسبوكية، يبقى الشباب العراقي سيد الموقف بعد أن فضل غالبيتهم الارتباط بالعراقية. العراقيين موجودين والعراقيات موجودات، فيعني قبل الزواج تزوجت عراقية، ايش تزوجنا واحدة خليجية؟ اكيد يعني العراقية احسن كل شيء. وكما استقطب هاشتاج أبي أتزوج عراقي عشرات الخليجيات على مواقع تويتر وفيسبوك، سارعن عراقيات أثيرت غيرتهن إلى تأسيس هاشتاج أطلق الشعار لن يتزوجك، ما دفع بالشباب العراقي إلى التنافخ سموا والاعتداد بالنفس، في وقت يجد فيه الشاب العربي أنه قد أضاع فرصة تاريخية لتأكيد غيرته بعد أن سبقه إليها العراقي وسجل حضورا لافتا في قلوب العذراوات الخليجيات. أنس يوسف، هنا بغداد.